هنتكلم النهارده عن تمرين بيشغل تقريبا 6 عضلات في حركة واحدة. تمرين من اشهر التمارين الموجودة واكتر التمارين اللي احنا بنحب نعملها. تمارين عليه جدال كبير قوي، انت بتشتغله صح بتشتغله غلط، لا انت بتنزل غلط بتطلع صح، هل هو مفيد مضر، كلام كتير قوي. تمرين هو السكواتس او حركة السكواتس. باختصار ايه هي حركة السكواتس؟ هي حركة الجلوس بس بتنزل من غير ما تقعد على حاجة. يعني انت بتاخد وضع الجلوس بس بتنزل خالص على قد ما تقدر وظهرك مفرود، وبعد كده تبتدي تطلع شايل وزن مش شايل وزن، فاتح رجلك او ضاممها. في اشكال وحركات كتير، ولكن ايه هي اهمية السكواتس وايه هي العضلات اللي بيشغلها؟ اول حاجة هو بيشغل الكوادريسبس او العضلات الامامية. ليه اسمها كوادريسبس؟ عشان هي متقسمة لاربع عضلات، فدول كده اربع عضلات بيشتغلوا في تمرينة واحدة. بيشغل طبعا الجلوتس وبيشغل الادكتورز او اللي هي العضلات الداخلية. طيب هل هو مفيد ان هو بيشغل عضلات بس؟ لا، هو كمان بيزود لك الموبيليتي والاستابيليتي بتاعت حركتك. انت لما بتنزل خالص وانت بتلعب سكواتس، مفصل الفخذ بيكون جايب اخره او بيبتدي يعمل تويست للاخر، فهو بيزود لك اداء او موبيليتي بتاعت حركة مفصل الفخذ. وكمان الانكل بتاع رجلك، انت لما بتبقى نازل الانكل بيتني على الاخر، فبيزود لك الموبيليتي بتاعت حركة انكل رجلك كمان. فهو تمرين مفيد جدا. طب هل يمكن الاستغناء عنه؟ ممكن العب ليج اكستنشن عادي، وبعد كده العب اي حركه تشغل لي الجلوتس. ولكن هو الميزه اللي فيه ان هو حركه واحده بتشغل اكتر من عضله، وهي حركه مفيده جدا. طب امتى ما العبش السكوات؟ ما العبش سكوات لو انا عندي مشكله في ركبتي، ما العبش سكوات لو انا عندي مشكله في ظهري السفلي. الحاجات الكتير قوي والجدال الكتير قوي اللي بنسمعه في السكوات، لا انت بتنزل غلط، لا انت مش نازل عدل، لا اقفل رجلك افتح رجلك. يا جماعه التشريح بتاع جسمنا مش زي بعضه، مفيش حد فينا تشريح جسمه زي التاني، مفيش حد فينا مفصل فخده او مفصل انك رجله زي التاني، ودول المفصلين اللي بيحددوا نزلتك للسكوات عامله ازاي. انا ممكن اكون قادر ابقى فارد مشط رجلي لقدام وانزل سكوات على الاخر، واحد تاني ما يقدرش، مستحيل، هتلاقيه نازل نص نازله فيبتدي يفتح رجله سنه. ده صح وده صح، لان تشريحك مش زي تشريحه. لو انت عندك مشكله في الموبيليتي بتاعت انك رجلك، هتعجزك كتير قوي ان انت تنزل سكوات نازله صح، ودايما هتبقى محتاج تحط حاجه تحت كعب رجلك عشان تقدر تنزل. ولكن انت تقدر تشتغل على الموبيليتي بتاعت انك رجلك وبتاعت مفصل الفخذ. ولكن هو ما فيهوش صح وغلط، ابتدي العبه طالما ما عندكش مشكله في ركبك او في ظهرك. العب سكوات، العب بالطريقه اللي تريحك، العب بالطريقه اللي ما تجيبلكش الم في ركبتك، سواء تنزل نص نازله او هتعرف تنزل ديب سكوات للاخر. وهو ليه اكتر من شكل، ابتدي يغير في اشكاله، ابتدي يشيل في اوزان. حركه ممتازه ومهم جدا ان انت تعملها طالما مش هتجيب لك الم في ركبتك. سلام.